السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شايفين البسبوسة وحلاوتها؟ النهاردة انا هعمل لكم طريقة البسبوسة دي. بجد اقتصادية. كل مكوناتها موجودة في البيت. مش محتاجة ولا لبن ولا زبادي ولا اي حاجة من يعني اللي بتقولوا عليها دي كلها. تابعوني بقى وهتشوفوا احلى بسبوسة. بصوا هي طالعة عاملة ازاي، مرملة ازاي وحلوة اهي. عاملينها بالكراميل على فكرة، عمركم ما هتلاقوا احلى من كده، ولا بتقولوا بقى بتاعت المحلات ولا حاجة من دي. تابعوني بقى معايا. احنا دلوقتي هنعمل الكراميل عشان اللي هنحطه على البسبوسة. ماشي، هنبتدي نوزعه كده اهو. كوبايه سكر صح؟ كوباية سكر وربع كوباية مية، وهنضيفهم بقى على الايه، ده لونه يتغير اهو، بس برضو لسه احنا عايزينه يبقى لونه مكرمل كده. خلاص اهو. احنا معاه بقى ايه لما براحته يخلص مكرمل قدامكم كده. هنبتدي نحط ايه قطعة الزبدة دي. بس حطينا قطعة الزبدة ودي قطعة قشطة عندنا في التلاجة هنحطها، او تبدليها تجيبي علبة من اللي هي بتتباع في السوبر ماركت. علبة قشطة يعني انت معاكي 2 اهو. احط فيها معلقتين سمنه هذه واحدة. يعني احنا كده حطينا معلقه او مكعب زبده ودي علبه قشطه ومعلقتين سمنه كده لحد ما الاثنين ايه. بصي هي لسه ما فكتش لانها كانت في التلاجة معانا، اما هنلاقيها فكت كده هنبتدي بقى نحط كوبايه الا ربع ميه. احنا حطينا هنا ربع كوبايه ميه وهنحط بقيتهم بقى، بقيه الكوبايه اللي هي كوبايه الا ربع هنضيفها عليهم بعد ما ايه، دي اللي هي السوائل اللي المفروض هنحطها على البسبوسه. بعد ما الحاجات اللي حطيناها كلها فكت بقى الا ربع ميه. دي احنا عاملينها بميه، ولا زبادي ولا لبن ولا الحكايات دي كلها. بس هيغلوا كده بقى مع بعضيهم. ده اللي انا ايه بحب استعمله. اكله هنيه. ماشي، سيب بسبوسه. هنحط منه كوبايتين. ادي الكوبايه التانية اهي، دي اللي هي المواد الجافه بقى. وهنبتدي نحط ايه معلقه بيكنج باودر ونص كوبايه جوز هند بيكون دافي، يعني مش ولا سخن قوي ولا ساقع قوي، بيكون دافي بالظبط. ونروح ضايفينه عليه كده. متقلبش جامد قوي، يا دوبك بس ايه ايدينا تبقى خفيفه كده، خفيف كده. كل الجزئيه بس اللي هي فيها المواد الجافه نبتدي بس نخلطها بالايه، باللي احنا كاتبيناه ده. خفيف كده اهو، خفيف. ايدينا تبقى ايه ده كده الكمون مظبوط يا ماما. ايوه كده مظبوطه اهي. بصوا ولا تخينه قوي ولا مرقه قوي، تمام. هنجيب بقى الصينيه نعصها بس كده اهو. انا مش عايزه تقليب تاني، بس نشوف كده لو في تاني تحت ما كده مظبوط خلاص. مش ما نقلبش تاني بقى. دي بقى نعص الصينيه بس ايه عصا حلوه كده، ماشي، ما نبخلش. ان كانت هي ولا الكنافه بيحبوا بقى ايه السمنه البلدي كده، وتعصيها من تحت عصا كده حلوه جميله كده، تبقى معاكي كده حلوه بزياده. المقدار كده معانا اهو.
بصي هنعص ايدينا ميه ونسويها بس كده اهو زي ما انتم شايفين كده. نقسمها كده ونحط السوداني. احنا بنرص دلوقتي سوداني، لا حد عايز يحط لوز، عايز يحط بندق، يعني كل واحد بقى وراحته، وكل واحد واللي موجود عنده. في الرف الوسطاني طلعت من الفرن وهي لسه طالعه كده وسخنه. الشربات رخر يكون سخن، نبتدي نسقيها كده. لما تكون كويسه هتتشرب منك الشربات كله، مش هيختفي. لكن لو هي مش كويسه هتلاقي الشربات ما يتشربش. يا جماعه كده خلصت. بصوا